في هذا المجلس العزاء أذكر نفسي وإياكم ببعض ما ورد في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعزية لنا جميعا في مصابنا الجليل. يقول ربنا تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وجاءت السنة النبوية أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ولا يخفى على شريف علمكم أن أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء والصالحون، ويكون البلاء على قدر دين الإنسان فالأمثل ثم الأمثل. هذه الآيات والأحاديث في الحقيقة هي أعظم ما يواسي به الإنسان نفسه وإخوانه حينما يعلم أن أي مصيبة تقع على المسلم هي في موازين حسناته ورفعا لدرجاته. وحينما اطلع العلماء على مثل هذه النصوص قالوا: لو يعلم المبتلى كتابه يوم القيامة ما أجرى الله عز وجل عليه من الأجر الكثير لتمنى أن تكون حياته كلها ابتلاء. ولذلك إخواني، إذا كان المؤمن حتى الشوكة يشاكها يكتب له بها حسنة وترفع له بها درجة بشوكة واحدة فقط، فكيف بمثل هذه الابتلاءات العظيمة والقتل الكبير بأعداد هائلة والخسائر العظيمة لأموال باهظة، فإن هذه في الحقيقة درجات وعظات كبيرة. فعلى قدر المؤمن على قدر إيمانه يحصل له هذا الخير وهذا الفضل العظيم. لذلك يعلم ربنا عز وجل أن الهدم ووقوع البيوت على المسلمين مصيبة كبيرة، فكان السلوى والبشارة أنهم عند الله شهداء. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: شهداء أمتي 5: المبطون
والطاعون والغريق والحريق والهدم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن مات في الهدم فهو شهيد، والشهادة هي مرتبة الثالثة بعد الأنبياء والصديقين، يأتي الشهداء، هي مرتبة سهلة. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يختار من عباده من هب ودب لهذه المنقبة الكبيرة، لذلك قال ويتخذ منكم شهداء. هو اصطفاء، هو اختيار، هو اصطفاء، هو اختيار. نعم حصل هدم، نعم حصل زلازل وشمت بنا الأعداء، لكن كل ذلك هو في موازين حسناتنا ورفع لدرجاتنا. قال سبحانه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. سمعنا الجرائد الفرنسية ورأينا بعض السفهاء من اليهود وهم يتكلمون ضدنا وزعموا أن الإله قد غضب علينا، وما دروا أن هذه حكم وأقدار يقدرها الله عز وجل للمؤمنين. هذه الآيات والأحاديث أوصتنا بوصيتين عظيمتين. الأولى تقوى الله عز وجل، لأن في قوله تعالى يا أيها الناس إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذين نجوا من هذه الحادثة وزارونا في أماكننا حكوا لنا نفس وصف الله عز وجل ليوم القيامة تماما. وهذا الزلزال بالذات هو آية من آيات الله، والله أنا أعتبره زلزال خير وليس هو زلزال الشر، هو تذكرة للأحياء ورحمة إن شاء الله للأموات. ولكن تعالوا بنا، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اسألوا من حضر الزلزال كيف كان هذا الموضوع، هل هو شيء عظيم أم هو شيء سهل؟ هذه واحدة. الثانية يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أكثر من 17 رضيع نقلوا بطيارة خاصة إلى اسطنبول وليس لديهم آباء ولا أمهات. ورأينا جميعا المرأة التي وضعت طفلها في هذه الحادثة هي ماتت، وأبقى الله عز وجل هذا الطفل حتى نتذكر يوم القيامة. إذن الوصية الأولى هي تقوى الله. الوصية الثانية الصبر. الصبر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فاليوم الصبر لهذه الفاجعة العظيمة ولهذه الخسارة، ولمن أوذي في جسده بالقطع أو بأي مرض من الأمراض نقول له اصبر واحتسب فإن أجرك عند الله عظيم. نعم المصاب كبير، لكن والله يا إخواني صدقوني إذا دخل الإنسان الجنة وغمس بها غمسة واحدة تقول له الملائكة هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وربي. وهذا حادث هنا حتى في الدنيا. إذا جئت بشخص قد مر به بؤس قط ثم وضعته في قصر تعال له بعد أسبوع تجده قد نسي كل الهموم والغموم، فكيف بالجنة؟ الوصية الثالثة لمن أصيب، وجميعا هذه نصيحة لنا، أننا إذا أصبنا بمصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يا لها من كلمة عظيمة، يعني تطمئن القلب كأنها بلسم على الصدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. مهما طال بنا الزمن، سواء متنا بالهدم أو متنا بالأمراض أو متنا شهداء، نسأل الله أن يمن علينا بالشهادة، فالعودة إلى من؟ إلى ربنا سبحانه وتعالى.
ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إلى أين ستذهب؟ إنما ترجع إلى الله. فإذا كنت اليوم مع الله في نعيم فسوف تكون عنده في نعيم أكثر، بمعنى إذا كنت على طاعة الله في هذه الدنيا، فإذا مت فإنك والله بين أرحم الراحمين. فما الذي يخيفك إذا من الموت؟ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. من هذا المنبر وفي هذا المقام ومن هذا المركز المبارك أقدم التعازي لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان خاصة، وللشعب التركي عامة، ولشعبنا المنكوب الذي نسأل الله تعالى أن يرفع عنه الغم والغم، الشعب السوري. أقول لهم أحسن الله عزاءكم وغفر لأمواتكم ورزقكم الصبر والسلوان وأخلف عليكم خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون.